السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم في شرح برنامج للشاشات جديد، برنامج تحفة، برنامج جميل جدا. أنا جربت البرنامج. طبعا أنا من حكم شغلنا يا جماعة بنحاول نوفر لكل العملاء والموزعين والوكلاء البرامج الجديدة أو أي حاجة تكون مجانية بالنسبة للعملاء غير البرامج المدفوعة. فمن كتر البحث طبعا فلقيت برنامج جميل جدا تقدروا تعتمدوا عليه. هو البرنامج لسه جديد او ممكن يكون قديم وحد شافه قبل كده، بس كل يوم فيه تحديثات وفيه تطورات جديدة. طبعا انا دخلت عملت بحث على المتجر، لان انا كنت واعد بعض الناس ان انا اشوف لهم برنامج سلس ويكون سهل وكويس. فلقيت برنامج اسمه سمارت تي في كلاب. البرنامج ده يا جماعة تحفة. طبعا انت تخش على المتجر عندك سواء كانت شاشة سامسونج او شاشة ال جي، وتخش على البحث في المتجر عندك تكتب اي بي تي في او تكتب سمارت تي في كلاب، هتلاقي البرنامج ده. طبعا هتفتح البرنامج ده وتثبته. بعد ما بتفتح البرنامج بيظهر لك بالواجهة دي كده. لو انت معاك برنامج سكرين كود على الموبايل، باركود يعني، تقدر تعمل باركود للمربع دوت. تمام كده، هيدخلك على الموقع بتاعه بالماك ادرس بتاعك اللي هو ده كده. تمام. طب ما معيش برنامج باركود، طبعا بروح فاتح الموقع اللي انا هسيبه لكم اسفل الفيديو دوت. بتفتح الموقع، بتحط الاي دي بتاعك، تمام، او الديفايس بتاعك دوت، ده بتاع الشاشه بتاعتك، بتحطه في البرنامج. وبعد كده بتحط الملف التي في ليست وبيظهر معاك. خلينا نروح نركب البرنامج او نركب الملف على البرنامج ونرجع نشوف البرنامج بعد ما بيفتح بيبقى عامل ازاي. نيجي بقى للجزئيه اللي هي بتاعه رفع الملف على البرنامج. تمام. طبعا اول حاجه بتفتح الموقع بتاع البرنامج ده، بيظهر معاك بالشكل ده. بيكون معاك رابط الاشتراك بتاعك، يكون رابط ام 3 يو اوبشن او ام 3 يو عادي، ده او ده شغال، او يكون معاك ملف. في تلك الحالتين هيقبل معاك كده او كده. بعد ما بتعمل اسكان ببرنامج الباركود، بيفتح لك البرنامج وبيحط لك الاي دي بتاعك عادي جدا هنا كده. طيب لو ما عملتش سكان، بتاخد الاي دي بتاعك وتفتح الموقع عادي وتحط الديفايس اي دي بتاعك، وتختار من هنا يا اما لو كان ملف ام 3 يو او يكون معاك رابط تحطه في الخانه دي. وبعد كده تدوس على اللي هي سيمبايت ديت اللي هي تحت اللي هي حفظ، هتدوس عليها كده بعد ما تحط الرابط بتاعك في المربع وتحط الاي دي بتاعك. بيقول لك ان هو كده حافظ الملف. وبعد اذنك اعمل ريفريش او ريستارت للابليكيشن على الشاشه عندك. تمام. بعد ما رفعنا، تعال نرجع كده للشاشه تاني ونشوف بعد ما رفعنا الملف هيظهر ازاي على البرنامج. يلا بينا نشوف الملف على البرنامج هيظهر ازاي. ورجعنا لكم تاني بعد ما ركبنا الملف على البرنامج. لو البرنامج ما عملش ريفريش لوحده، حضرتك هتطلع على السهمين اللي فوق دولت وتدوس عليهم كده، هيبتدي البرنامج يعمل ريفريش معاك. تمام. هيفتح معاك بالشكل ده كده. تمام. هتحس ان انت على الاكستريم او انت على الرسيفر عليه اصلا الاشتراك الرسمي. طبعا هتشغل اي قناه كده تشتغل معاك عادي جدا. تمام. حبيت تجيب القايمه ونطلع فوق هنا كده، هندوس على دي، هيجيب لنا قائمه القنوات اللي احنا عليها. طيب ولو احنا دوسنا على علامه الصفحه الرئيسيه هيجيب لنا الباقات الكامله كلها اللي هي هنا. تمام كده. طبعا انا مش هقدر اشغل اي حاجه للبين سبورت، معلش عشان خاطر الحقوق. ممكن يشغل اي قناه تبع السيرفر. تمام. على الميكس نقدر مثلا نشغل هيرو. بيشغل يا جماعه الصوره سلسه. وكمان معانا حاجه كمان، ايه هي؟ لو رحنا على المربعين الزرق دول تقدر ترجع القناه اللي انت كنت عليها. تمام كده. يعني انت كنت على قناه مثلا ويلكم تو اكشن مثلا ونقلت على قناه تانية، لو دوسنا على دي كده، تمام، على السهمين اللي هو بالازرق ده، مجرد ما بتدوس عليه بيرجعك تاني، او تدوس على علامه الساعه دي بيقدر ان هو يجيب لك الجدول بتاعك اللي انت حابب تشغله. لو دوسنا هنا كده مثلا قناه رقم 2 اهيت. تمام كده. ده بالنسبه للبرنامج. البرنامج يا جماعه تحفه، جميل جدا. نرجع بقى للقائمه الرئيسيه تاني، معلش. ننزل تحت، دوس هنا على ستارت اتش 265. على فكرة يا جماعة هو بيشغل ال اتش 265 ودي حاجة جميلة جدا 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 في البرنامج برضو. تمام. دي باقات اتش 265 ما بتشتغلش غير على المدعوم عليها بس. البرنامج تحفة، البرنامج متقسم وجميل جدا.
تحس ان انت على قائمة اكستريم زي ما انت شايف كده. كل الباقات موجودة قدامك ومتقسمة قدام منك، حاجات كده يا جماعة يعني تحفة. معلش يا جماعة كمان ملحوظة كمان. طبعا انت القايمة كلها اللي تحت دي مترتبة تحت بعضها. لو نزلت تحت هيجيب لك، هيخش لك على باقة الافلام، هيجيب لك الافلام بالاسم وبالصور. الصور صغيرة لكن الصورة واضحة وباينة. والافلام برضو مرتبة وكلها شغالة. تمام. افلام بقى، مسلسلات، هو هيجيب لك بالترتيب الكاتيجوري تحت بعض. هتخلص طبعا الافلام هتبص تلاقيه جاب لك المسلسلات. على فكرة يا جماعة البرنامج سلس جدا وسريع جدا في التنقل بين القنوات. يعني حاجة كده فوق الخيال. بص بص، حاجة كده رهيبة في التنقل. بص. طيب لو جبنا القايمة كده، رجعنا بدي كده معلش قصية. بصوا يا جماعة التنقل في البرنامج عامل ازاي، سريع جدا، رهيب في السرعة. حاجة كده ما تتخيلهاش، بيقلب بين الكاتيجوري والتاني بسرعة البرق. برنامج خفيف وسريع ما شاء الله، بيشغل كل الصيغ، جميل جدا. طيب لو البرنامج شغال معاك وانت حبيت تغير ملف القنوات او تحدث ملف القنوات، تقدر تعمل كده من الكلام ده من على موقع البرنامج. او لو مش قادر توصل لموقع البرنامج، يكون معاك برنامج باركود اللي هو بيعمل سكين للباركود، وتعمل سكين. طب انا هجيبها منين يا باشمهندس؟ خش على الضبط من هنا كده. تمام اهي، دوس على الترس، هيجيب لك السكين بتاع الباركود بتاعتك اللي هي دي. تقدر يدخلك على الموقع وتقدر تعمل تغير الملف زي ما انت عايز. تمام. ده كان شرح بسيط للبرنامج، يا رب البرنامج يعجبكم، ومستني آرائكم في التعليقات تحت الفيديو ان البرنامج ده مناسب معاكم ولا لا. وان شاء الله استنونا بكل جديد. كان معاكم اخوكم ابو شهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.